المخ بيشتغل وقت الانجذاب شبه ما بيشتغل وقت النشوه ووقت الادمان. يعني ببساطه المخ بيتعامل على الاي كونتنت ده كانها جايزه من الجوائز اللي هو بيكتسبها. بس تعالى نفهم اكتر. يعني في تجربه اتعملت في 2017 في جامعه مرموقه، طلبوا من المشاركين ان هم يوصفوا الاحساس اللي جالهم اول ما بيشوفوا اشخاص معينين، بس شافوهم للمره الاولى او الحب او النظر. معظمهم قالوا ان في راحه، في شويه كهرباء كده واحساس غريب بيجي لك انت مش عارف مصدره، وتحس ان الزمن اتوقف بيك. بس العلماء لاحظوا حاجه غريبه جدا، ان الاحساس ده مجرد انجذاب جسدي بحت، والدماغ بيسجله كذكرى لكن ليس كمحبه ولا حب. في دراسه اتعملت في 2020 استخدموا البي بي جي واستخدموا الذكاء الاصطناعي واكس جي بوست علشان يميزوا استجابات الجسم اثناء اللحظات الاولى من الاعجاب. لقوا حاجه غريبه جدا، ان المخ بيتخدع بسهوله. لاحظوا ان مجرد ضربات القلب الزياده مخك فسرها على ان البت دي هي مصدرها، فده معناه ان انت بتحبها، وان ده الحب من اول نظره.